في يوم 11 مارس 2011 ضرب زلزال قوته 9 درجات ساحل اليابان، وبالتحديد منطقة فوكوشيما. وأغلقت مفاعلات فوكوشيما النووية للحماية والتحكم في عملية الانشطار النووي جواها آلية. لكن اللي معملوش حسابه كان موجات تسونامي ضربت محطات المفاعلات بعدها على طول، وكانت على وشك التسبب في كارثة أضخم من كارثة تشيرنوبل الشهيرة سنة 1986. اليابان قدرت تسيطر على الموقف. حلو كده؟ أقول لك لأ، مش حلو. لأن المياه الملوثة المستخدمة لتبريد المفاعلات وقتها، اليابان أعلنت إنها هتصرفها ابتداء من يوم الخميس 14 أغسطس اللي فات، وده بعد ما عالجتها وسط تخوفات كتير من تأثير بيئي واقتصادي وصحي مش بس هيأثر على اليابان والدول المجاورة ليها زي الصين وكوريا، التأثير هيطول العالم كله. ورجعت أزمة مفاعلات فوكوشيما تاني تظهر للنور. شد كرسيك بقى وهات كوباية القهوة بتاعتك وخليك معايا، وخليني أجاوبك على السؤال اللي راعب العالم كله، وفي الآخر مستني رأيك في نهاية الحلقة. والسؤال هو: هل أزمة فوكوشيما هتأثر علينا هنا في مصر زي ما هتأثر في العالم كله؟ ولا الموضوع مجرد مشاكل دول مع بعضها وما يخصناش؟ أنا أحمد طه، وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. يوم الخميس 24 أغسطس أعلنت اليابان بدء تفريغ المية من محطة فوكوشيما النووية المتضررة بشكل كبير للمحيط الهادي بمعدل 460 طن من المية في اليوم، بعد طبعا ما يتم تخفيف كل طن ب 120 ألف طن من مية البحر النقية. متوقع تدوم عملية التصريف الأولى حوالي 17 يوم، وبتشمل 7800 متر مكعب من مية المحطة وفقا للوكالة الفرنسية فرانس بريس. ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ تفريغ المية من جوه محطة نووية في المحيط؟ ازاي ده يحصل؟ وليه الدول سكتت وسمحت بحاجة زي كده؟ وليه اصلا اليابان هتعمل كده؟ كل دي بقى أسئلة مهمة، تعالى بقى أجاوبك عليها. بس عشان تفهم مدى خطورة الموضوع خلينا نرجع لورا شوية، وبالتحديد يوم 11 مارس 2011. يوم عادي جدا لحد وقت الظهر لما ضرب زلزال عنيف بقوة 9 ريختر ساحل شمال شرق اليابان، واللي تسبب وقتها في وفاة 18500 شخص وفقدان أكتر من 2500 شخص، وتم إجلاء 160 ألف شخص بسبب الدمار ومخاطر الإشعاعات النووية. الأرقام دي بحسب منظمة الصحة العالمية. والنتيجة لده انهارت خطوط الإمداد بالكهرباء، لكن الزلزال ما تسببش في أي مشاكل تانية. أما موجة التسونامي اللي سببه الزلزال واللي وصل ارتفاعها ل 40 متر طبقا لصحيفة الشرق فقصة تانية خالص. تسبب التسونامي في غرق أنظمة الطاقة والتبريد الاحتياطية في محطة فوكوشيما النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربية تيبيكو، واللي تسببت في النهاية بانهيار في 3 محطات من إجمالي 6 محطات نووية. فاضطرت الحكومة تعلن حالة الطوارئ النووية طبقا لوكالة رويترز. قوة تسرب المية اتسببت في تدمير بعض الهياكل، وتسربت المية لغرف مولدات الديزل واللي اتبنت على مستوى أقل ومسافة أقرب من مستوى سطح البحر، وبالتالي بقى صعب جدا تشغيل أنظمة التحكم والقدرة على توليد الكهرباء والتبريد. فعليت درجة حرارة الوقود لمستوى مفرط اتسبب في انصهاره، واخترقت المية عدد من طبقات الأمان، وتسربت المية لقاع المفاعلات واخترقت أوعيتها، وتسبب ده في النهاية لانصهار قلب المفاعل. مش بس كده، المية أثرت في سجلات البيانات والنظم الحيوية، وده كان معناه إن مفيش أي وسيلة تقول لهم إيه اللي كان بيحصل جوه المفاعلات. يا عم أحمد، يعني اليابان ومعروف عندهم الكوارث دي، وعندهم مفاعلات نووية وإجراءات أمان، يعني معقول ما كانوش عاملين حسابهم لكارثة زي دي؟ كلامك كله مظبوط، لكن طبقا لتصريح السيد جوستافو كاروسو مدير مكتب تنسيق شؤون الأمن والأمان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعليقا على أحداث فوكوشيما: درجة علو جدران سد التسونامي المصممة لحماية المحطة من الكوارث وقتها ما كانتش كافية لمنع تسرب مية البحر للمحطة. ده غير وجود اعتقاد سائد وقتها إن الخطط الموضوعة آمنة بما يكفي، وإن القائمين على المحطة كانوا على أتم الاستعداد لمواجهة الأحداث الخارجية العنيفة. ده غير طبعا عدم تلقي المشغلين تدريب كافي في مجال التصدي للحوادث بالشكل ده، وده اللي كان ليه دور في الأزمة دي. لكن برضه إمكانية حدوث زلزال بالحجم ده ويجي بعديه تسونامي هو أمر نادر جدا، لكن ولسوء الحظ ده اللي حصل. وفي 12 مارس 2011 قامت شركة تابيكو بحقن مياه البحر لتبريد قضبان وقود المفاعلات عن طريق رش مية البحر على قلب المفاعل المتضرر لمنع ارتفاع درجة حرارته طبقا للفاينانشال تايمز. وفي 4 ابريل اطلق المهندسين اكتر من 10000 طن من المياه الملوثة بمقدار 100 مرة اكتر اشعاعا من الحدود القانونية، واللي استخدمت لتبريد قضبان الوقود بعد نفاذ ساعة التخزين.
والكلام ده استمر لحد يوم 16 ديسمبر اللي أكدت فيه اليابان إن المفاعلات المتضررة في حالة مستقرة من الإغلاق البائن. في 22 يوليو 2013 أعلنت شركة تيبكو إن المياه المشعة اتسربت من المحطة للمياه الجوفية واللي ظهر أثرها في مياه الشرب وفي المحيط الهادي. وفي 3 يونيو 2014 بدأت شركة تيبكو في إنشاء جدار جليدي لإبطاء تدفق المياه الجوفية للمحطة مع استمرار تراكم المياه الملوثة. وفي 13 ابريل 2018 قررت اليابان اطلاق الميه في البحر. القرار ده اغضب دول كتير واللي منها الصين اللي وصفت الخطوه دي بانها غير مسؤوله للغايه. وفي 1 اكتوبر من نفس السنه تراجعت شركه طوكيو للطاقه الكهربائيه عن القرار وصرحت ان الميه المعالجه في موقع محطه فوكوشيما النوويه لسه بتحتوي على مواد مشعه، وتم تخزين مليون طن من الميه دي واللي بيكفي لملء تقريبا 500 حمام سباحه اولمبي. في 13 نوفمبر صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن اليابان لازم تعالج بشكل عاجل تراكم المياه الملوثة. أنا عارف إنك تهت مني بس ركز معايا قوي في اللي جاي. في 4 يوليو 2023 اليابان خدت موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صرف المياه بعد مراجعة استمرت سنتين. وصرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خطة اليابان بتتوافق مع معايير السلامة العالمية وهيكون ليها تأثير إشعاعي ضئيل في الناس والبيئة. وخد بالك من تأثير إشعاعي ضئيل دي وركز فيها عشان هنرجع لها كمان شوية. يوم الخميس 24 أغسطس 2023 اللي هو من كام يوم بدأت اليابان في ضخ أكتر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المدمرة اللي تم تجميعها في الموقع بعد 12 سنة من غمر المياه للمحيط الهادي، علما بأن الخزانات اللي موجودة في الموقع حاليا جواها ما يعادل 1,300,000 طن من المياه المشعة طبقا لبيانات منصة الطاقة المتخصصة. شركة طوكيو للطاقة الكهربية تيبكو قامت بتصفية المياه الملوثة نتيجة ملامستها لقضبان الوقود في المفاعل عن طريق عملية اتسمت بإزالة النظائر، زي إزالة عنصر سترونتيوم واليود والكربون من المياه الملوثة. الكلام ده وفقا لوثائق تيبكو والحكومة اليابانية. ومفضلش غير عنصر التريتيوم وهو نظير مشع للهيدروجين بيصعب فصله والوقت اللازم عشان يتحلل بنسبة 50% من ذراته المشعة، أو بمعنى أصح عمره النصفي بيزيد عن 12 سنة. وحسب تصريح الشركة المسؤولة إن هم بيعملوا على تخفيف المية لمستويات تريتيوم أقل لما دون الحدود التنظيمية قبل ضخها للمحيط من الموقع الساحلي، ده طبقا لوكالة رويترز. وإن مستويات التريتيوم في المية هتكون أقل من أن تعتبر آمنة للشرب بموجب معايير منظمة الصحة العالمية، لكن الحكومة قالت إنها هتاخد الإجراءات المناسبة بما في ذلك التعليق الفوري للتصريف لو تم اكتشاف تركيزات عالية بشكل غير عادي من المواد المشعة. يا سلام، مش عارفين نودي جميلكم فين الحقيقة. المرحلة الأولى من التصريف هتتم على مدار 17 يوم وهتشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة والمخففة بمية البحر بمعدل 460 طن من المياه في اليوم، ده بعد تخفيف كل طن ب 1200 طن من مية البحر النقية، وتصريف أكتر من 31,000 طن من المياه خلال السنة دي، وده بيعادل تقريبا 30 خزان. ومتوقع إن عملية التصريف الكاملة هتستغرق 30 سنة على الأقل عشان تكتمل. وكملوا تصريح وقالوا ان التريتيوم يعتبر غير ضار نسبيا لان اشعاعه مش نشط بدرجه كافيه لاختراق جلد الانسان، لكن طبقا لمقاله في مجله ساينتفك امريكان سنه 2014 ان في حاله تناول التريتيوم بمستويات اعلى من النسب الطبيعيه بتزيد مخاطر الاصابه بالسرطان، فالتريتيوم ممكن يتهضم وبالتالي ممكن تتنقل الماده للمستهلك عن طريق الاغذيه البحريه. وصرحت لجنة السلامة النووية الكندية إن تناول الإنسان للمنتجات الغذائية الملوثة بالتريتيوم يشكل خطر صحي، وبالتالي المواد دي ممكن تترسب في الأسماك وتتنقل للإنسان اللي بياكلها، وبتسبب للإنسان بعض أنواع من السرطان وبتنشط الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وبتأثر بشدة في الحوامل والأجنة بشكل خاص. اليابان والمنظمات العلمية بتقول إن المياه المتسربة آمنة، بتشدد طوكيو على انها محتاجه انها تطلق الميه مع امتلاء صهريج التخزين، وده لانها محتاجه تخصص مساحه للتخلص من الوقود النووي المشع عالي الخطوره والركام من 3 مفاعلات نوويه مدمره طبقا لفرانس بريس. فهي عمليه طويله ومكلفه وخطره تتطلب ازاله الوقود النووي الذائب والانقاض المشعه من المفاعلات المدمره للدرجه اللي هتخليهم يستخدموا روبوتات عودا على البشر لانجازها. لكن نشطاء البيئة ومنظمة السلام الأخضر قالوا إن المخاطر الإشعاعية وجميع التأثيرات المحتملة لم تقيم ولم تدرس بعد بشكل كامل، والتأثيرات البيولوجية للتريتيوم والكربون والسترونتيوم واليود اللي هيتم إطلاقها مع المية تم تجاهلها. وإن قرار اليابان بصرف المية في البحر دليل على إن الحكومة خذلت سكان فوكوشيما مرة أخرى،
عملية إطلاق المية تمت رغم اعتراض عدد من المنظمات البيئية والدول المجاورة، واللي في مقدمتها كوريا الجنوبية اللي تعدى فيها زعيم المعارضة لي جاي ميونغ المسؤولين اليابانيين بتأكيد سلامة المية عن طريق شرب المية المشعة المعالجة، ده طبقا لصحيفة الشرق. والصين حظرت جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية، ووصفت خطة اليابان بأنها غير مسؤولة وغير شعبية وأحادية الجانب. أما حكومة جزر سليمان قرروا الانتقادات اللي وجهتها الصين لليابان، وقال رئيس وزراء جزر سليمان مانيس سوجافاري إن إطلاق مياه فوكوشيما له تأثير على شعبنا ومحيطاتنا واقتصادنا وسبل عيشنا. يا عم أحمد، إحنا مالنا ومالهم؟ أظن طبعا هتقولي البيئة والتلوث، صح؟ بص، الضرر البيئي طبعا مهم ومحدش يقدر يجادل في أهميته، بس هنا أنا هتكلم عن حاجة تهمك زي ما تهمني. أنا هنا هكلمك عن صحتك وصحة عيلتك. يعني بعد كل الأحداث اللي أنا بحكيها لك دي، طالب الدكتور مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية طبقا للقاهرة 24 بحظر استيراد سمك الماكريل المستورد من دولة اليابان، وطالب بالبحث عن بدائل لاستيراد الأسماك دي من دول زي الصين مثلا، وطالب بضرورة تحليل الأسماك المستوردة من اليابان مؤخرا وفرض رقابة صارمة على الأسماك دي لتأكد من خلوها من المواد المشعة. إيه؟ استغربت من الكلام ده؟ أيوة، في أسماك موجودة دلوقتي مستوردة من اليابان موجودة في الأسواق. متنساش إن السمك مصدر بروتين أرخص بدرجة ما مقارنة باللحوم الحمراء والبيضاء. لو لسه مش مقتنع اسمع الإحصائيات دي. طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مصر أكبر مستورد لسمك الماكريل البحري من اليابان، وبلغ وارداتها في 2018 حوالي 45700 طن. وطبقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2023، استوردت مصر أسماك ماكريل مجمد بتكلفة 24 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار، بنسبة مرتفعة مقارنة بالسنين اللي فاتت. معظم الواردات دي بتيجي من عدة دول زي اليابان والصين. حكومة اليابان في الأول وفي الآخر بتدور على مصلحة شعبها، لكن بعد كل الإحصائيات دي السؤال هنا موجه ليك: إيه رأيك في طريقة تعامل اليابان مع الملف ده؟ وتفتكر إيه اللي ممكن نعمله عشان نحمي نفسنا وولادنا من الضرر ده لو لا قدر الله طلع حقيقة؟ هستنى أشوف التعليقات والاقتراحات على صفحتي على الفيسبوك، ولو وصلت لحد هنا متنساش تدعمني بلايك وشير للحلقة عشان تساعد نوصل المعلومات دي ونفيد بيها أكبر عدد ممكن. ويا ريت كمان لو تسمع الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديدة وتنزل تبص على المصادر لو بتتابعنا على منصات البودكاست زي ابل بودكاست وبوديو وغيرها، يعني خش كده واسمع براحتك. اما لو بتتابعنا على اليوتيوب يا ريت تعمل اشتراك على القناة. انا احمد طه، اشوفكم بخير.